الساعة 5 الفجر دلوقتي، وبعد ساعة طيارتي على أمستردام. أنا في المطار حاليا. أنا حاليا في أمستردام، وزي ما كنت متوقع الجو ساقع، بس أنا عامل حسابي. ريحة الحشيش واصلة لحد المطار، مش عارف إزاي. البلد متكيفة طبيعية. مشكلة أمستردام بقى في الركنات بتاعتها، يعني أنت لو معاك عربية هتدفع ركنات كتير، فالافضل ان انت تشوف ركنات رخيصة وتركنها لو معاك عربية. غير كده الناس هنا بتحب تتحرك بالعجل وبالترام. شبكة المواصلات هنا مغطية البلد كلها. يلا بينا ننزل وسط البلد ونشوف الاجواء هناك عاملة ازاي. واحد اسبريسو بقى على الطبيعة والمية حوالينا في كل مكان. هولندا جميلة جدا وتستحق الزيارة. وانت ماشي في شوارع امستردام بتحس انك في عالم تاني. المية جنبك في كل خطوة، والهواء نضيف، والمناظر مريحة جدا للعينين. الشوارع ضيقة بس فيها سحر غريب، والمدينة كلها فيها طاقة وهدوء وسعادة تخليك مش عايز تمشي. امستردام دي رابع مرة زورها، وكل ما زورها لازم يبقى في مطر كده. بلد حرفيا مبلولة، حرفيا على طول في مطرة في شتاء، بس الأجواء جميلة جدا زي ما انتم شايفين. يلا بينا نركب المعدية ونعدي الناحية التانية عشان ندخل جوه السنتر. رابع مرة زور امستردام، وبرضه نفس الإحساس. كل مرة بحس إن بشوفها لأول مرة. نفس الشوارع، نفس المية، بس كل مرة ليها طعم مختلف. كل زاوية فيها بتفكرني ليه حبيتها من الأول. يمكن عشان الهدوء، يمكن عشان الجمال البسيط، بس الأكيد إن أمستردام ليها مكان خاص جوه قلبي.